المباراة دي فعلا تاريخية بالنسبة لابن الاهلي، وللمرة الثانية على التوالي مارسيل كولر يعلم على جيزوالدو فيريرا ويفوز. كل ده يتحمله جيزوالدو فيريرا، ويتحمل جزء كبير جدا منه اللعيبة الأسماء، اللعيبة الكبيرة اللي موجودة في نادي الزمالك زي زيزو، زي إمام عاشور. كان عندنا مباراة القمة بالأمس، مباراة بين الزمالك والأهلي صاحب الأرض الزمالك. صراحة يعني كنا زمان في الخليج، هنا في دول الخليج، كنا بننتظر مباراة الزمالك والأهلي بشكل كبير جدا جدا. أنا خلال الأسبوع اللي فات ما شفتش حد بقى عنده الاهتمام والشغف الكبير لمباراة الأهلي والزمالك زي ما كان في السابق، ودي على فكرة حاجة استوقفتني كتير جدا وخلتني أراجع نفسي في كيفية تسويق الدوري المصري، وفي كيفية كمان تنظيم الدوري المصري، في كيفية إشهار الدوري المصري في المنطقة العربية. هو مش محتاج تسويق ولا إشهار، لأن الدوري المصري كبير جدا. كفاية الأهلي والزمالك الأكثر شعبية اللي موجودة في الخليج وفي الوطن العربي كله وكمان أفريقيا. إنما الحقيقة كنا قبل كده نقعد طوال الأسبوع اللي قبل المباراة نتكلم مين اللي هيكسب، الزمالك الأهلي، الزمالك الأهلي، ما فيش حد في الشارع ما بيتكلمش غير على الزمالك والأهلي. في التوقيت الحالي الأمر اختلف خالص، ودي حاجة ضايقتني جدا على مستقبل الكرة المصرية، على وضعية الكرة المصرية، على تاريخ الكرة المصرية. علشان كده لازم نشوف حل لكيفية التسويق بشكل أفضل. دي جزئية. نروح للمباراة اللي شفت فيها لوغاريتمات كتيرة جدا جدا، وشفت فيها سلبيات لم أعتدها، وإن كنت يعني خدت عليها في الفترة الأخيرة بالنسبة لنادي الزمالك مع جيزوالدو فيريرا. وهم حاجتين. الأولى منها يا جيزوالدو فيريرا زي ما قلت قبل كده بيزهق إدارة الزمالك وجمهور الزمالك ولاعيبة الزمالك علشان يقولوا له امشي ويدوا له الشرط الجزائي. وأنا أعرف إن البرتغاليين ماديين شوية. يا لاعيبة الزمالك عاوزة تمشي جوزفالدو فيريرا وبيعملوا الشكل والأداء ده علشان يتخلصوا منه. إنما للأمانة والحقيقة الأسماء اللي موجودة داخل نادي الزمالك وعلى أرضية الملعب ده لا أداء ولا شكل ولا تكتيك ولا أسلوب ولا جوزفالدو فيريرا يقول الكلام ده أساسا. وبالتالي في بعض اللوغاريتمات اللي لازم يتكلموا فيها جمهور الزمالك أو إدارة نادي الزمالك أو لعيبة نادي الزمالك. شفنا فريق بيلعب 4-3-3، وقلنا قبل كده الطريقة دي لا تتناسب مع الأسماء اللي موجودة في نص الملعب، وفشل نادي الزمالك. قلنا قبل كده يتعامل ما يسيبش الجيم للنادي الأهلي، وللمرة الثانية على التوالي مارسيل كولر يعلم على جيزوالدو فيريرا ويفوز. مرة 2-0 في كاس السوبر، والمرة الثانية 3-0 في مباراة أعتقد إن هي لو اتكررت 100 مرة أعتقد إن المدربين لو في مدرب ذكي قاعد على دكة مش هيكون النتيجة بالشكل ده. غير تشكيله من البداية خاطئ، طريقة غلط، مستوى اللاعبين سيء، التغييرات بتاعته كارثية، عدم تحويل الطريقة في أثناء المباراة أو في الشوط الثاني قبل النتيجة بتاع 3-0 برضو كانت سيئة جدا. كل ده يتحمل جيزوالدو فيريرا، ويتحمل جزء كبير جدا منه اللعيبة الأسماء، اللعيبة الكبيرة اللي موجودة في نادي الزمالك زي زيزو، زي إمام عاشور، زي دونجر اللي لسه جاي جديد، سيف الجزيري واحد لاعب كأس عالم مع المنتخب التونسي، زي شيكابالا اللي موجود على الدكة. هناك شيء ما داخل نادي الزمالك. النتيجة فعلا كبيرة جدا، 3-0 بمجموعة اللعيبة اللي موجودة عند النادي الأهلي والإصابات اللي موجودة عند النادي الأهلي وتخوف النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي قبل المباراة. يقول لك المباراة دي فعلا تاريخية بالنسبة لابن الاهلي. علشان كده يتحمل جزء كبير جدا منها في الطريقة، في الأسلوب، وفي التكتيك جيزوالدو فيريرا. نروح للفريق الكسبان والفريق الفايز وهو النادي الأهلي اللي احنا اتعودنا إن هو بيكسب على طول. الناس عندها في الدي إن إيه غياب لاعب 2 3 4 5 ما عندهمش أدنى مشكلة. الفريق بينزل 11 لعيب. كان واضح من بداية المباراة عملية الروح، التصميم، النواحي النفسية والذهنية، تحضير المدرب للعيبة. أنا قلت الكلام ده قبل كده في ماتش السوبر، كنا في قناة أبو ظبي الرياضية عندنا الاستوديو، قلت تحضير كل للفريق مميز جدا جدا. واضح ان دكة البدلاء اللي دايما كنا بنعاني منها في فترات موسيماني انه بيركز على 11 12 لعيب، لا دكة البدلاء في التوقيت الحالي للنادي الاهلي اصبحت مميزة. ولكن الراجل جريء في اختياراته لبعض الامور، واختياراته كمان للعيبة معينة في جزئيات معينة. لما تصب من عندك محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمود متولي انذارات، وسط الملعب ما عندكش واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في التوقيت الحالي عمرو السوليه، وتلعب بسيستم يتناسب مع امكانيات اللعيبه، وفرقه كومباكت ممتازه جدا، وتنويع في الضغط شويه فوق وشويه تحت، و4-3-3 براس حربه وهمي متحرك، و4-1-4-1 على دايره نص الملعب بديانج على الدايره وبيلعب بحمدي فتحي جنب قفشه، واثنين طايرين الشحات وكهربا موجود قدام. ده بيديني ان الراجل فعلا حضر مباراته كويس، عمل السيستم بتاع
الفوز على الزمالك كويس، ما استعجلش، لعب على كرة واثنين وثلاثة وأربعة وهي اللونج باص أول لعب ورا قلبين الدفاع، ونجح لأنه عارف إن فيريرا هيلعب 4-3-3 وقلبين الدفاع في نادي الزمالك فيهم سنة بطء شوية، علشان كده نزل كهربا كراس حربة وهمي سريع وخلى أحمد عبد القادر يلعب مع معلول. هو عمل تأمين الدفاعي علشان شلبي وزيزو، وأنا ما شفتهمش في المباراة. عمل التأمين الدفاعي على نص الملعب، ما شفتش إلا إمام عاشور فقط لا غير. ليه؟ لأن فيريرا ساعده باثنين لعيبة شبه بعض، عمرو السيسي ودونجا، ودي قلنا عليها كتير جدا. هو لاعب مخصص، عمل وظائف. الوظيفة الأولى لديانج ما تعديش نص الملعب، وفعلا ديانج من أولى المباريات اللي ما شفتوش معدي نص الملعب. الوظيفة الثانية قفشة، دورك كصانع لعب تشتغل مع كهربا وكراس حربة تاني تحت كهربا، وكمان إن أنت تشغل طرفين الملعب يمين شمال وتشغل كهربا. والدور الثاني ان انت تشتغل مع حمدي فتحي وديانج في العمليات الدفاعيه في ال4-1-4-1. 3 حمدي فتحي قلب الايه، بدل ما ديانج هو اللي بيزيد خلى حمدي فتحي هو اللي بيزيد، والدليل الهدف اللي جابه كهربا من كوره من حمدي فتحي، لان الزياده كانت بتاعت حمدي فتحي. التعليمات اللي خدها محمد هاني بعد جزئيه معينه في الشوط الاولاني اللي كان سيء جدا ويخسر على كواليتي الكره المصريه، شفنا الشوط الثاني بهاني ثابت، معلول ثابت، الحركه لمين؟ الحركه لاحمد عبد القادر، والحركه موجوده لحسين الشحات فقط لا غير، ومعهم حمدي فتحي. لعب على ان الزمالك بيلعب دفاع عالي، والدفاع العالي لا يتناسب مع كهربا. دي من الامور الايجابيه الممتازه جدا جدا جدا. لعب كمان على السرعه اللي موجوده في كور طويله بتتلعب يا اما من قلب الدفاع رام ربيعه، يا اما من حسين الشحات اللي واخد نص الملعب، يا اما من حمدي فتحي. كل ده توريك ان الراجل فعلا محضر المباراه، درس نادي الزمالك، اشتغل على النواحي السيكولوجيه لنادي الزمالك، اشتغل على الاخطاء اللي موجوده نادي الزمالك فيها في اوضه اللبس وكمان في ارضيه الملعب. واللي ساعده زي ما قلت جوزوالدو فيريرا. كولر مدرب بيحضر صح، بيجهز لعيبته صح، بيعتمد على المجموعه بشكل جيد جدا. حتى التغييرات بتاعته بيختارها في توقيتات معينه. بعد المباراه بيخطأ، وده وارد في كره القدم، كل مدربين العالم بتخطأ، بيب جوارديولا بيخطأ، موريني بيخطأ، يورجن كلوب بيخطأ، ولكن في النهايه احنا بنتكلم عن الحاله الفنيه والنفسيه اللي فيها النادي الاهلي، مع التغيير الطفيف في بعض الاوراق. يعني لما نلاقي محمد طاهر بينزل، لما نلاقي محمد شريف بينزل. محمد شريف كان نسي الكوره، انا مش عاوز اقول المباراه دي يعني 100%، ولكن بقول ان الهدفين في نادي الزمالك ناحيه نفسيه قبل كاس العالم ممتازه جدا. عموما هي مباراه للنسيان لنادي الزمالك، لا شكل ولا اداء ولا طريقه ولا مستوى ولا روح ولا حتى احترام لجمهور الزمالك. وفي المقابل بنتكلم على النادي الاهلي اللي جاي قبل المباراه بثلاث اربع ايام، لانه مسافر رايح على كاس العالم عشان يلعب باسم الكره المصريه في المغرب باذن الله. فاز على المنافس الاول حتى لو كان في المركز الرابع نادي الزمالك، ناحيه نفسيه ممتازه جدا لما يكون كسبان الزمالك وانت رايح كاس العالم 3-0. كل دي امور ايجابيه، غير الحاله الفنيه العاليه لبديل النادي الاهلي. بديل النادي الاهلي يعني مدرب من اجرم يمكن. الناس كلها عارفه ان خالد عبد الفتاح بيلعب رايت، لعبه قلب دفاع وكان ممتاز مع رامي ربيعه. ناس كتير جدا خايفه من رامي ربيعه، مع انه انا شايف ان هو راجل المهمات الصعبه في النادي الاهلي. رامي ربيعه ناس كتير جدا كانت خايفه من غياب عمرو السوليه، عمل له بديل واثنين وثلاثه واربعه. اخر نقطه، وهي في ظل غياب كريم فؤاد، شفنا حسين الشحات بيرجع تدريجيا للنادي الاهلي كلاعب مهاري، كلاعب كواليتي، كلاعب عنده هدف وعنده انتاج داخل الملعب. اهم من كل ده هي وجهه نظري، الاهلي ازاي بيدافع ككومباكت، الاهلي ازاي بيغير السيستم بتاعه وغير الجلد بتاعه اثناء المباراه في 90 دقيقه، الاهلي ازاي بيهاجم بتنويع، مره بشادي حسين في بعض الاوقات في المباريات الاخرى، شريف، كهربا اللي نزل بحاله نفسيه عاليه جدا. كل ده يحسب لمارسيل كولر. بالتوفيق للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. 3-0 نتيجه ممتازه بل تاريخيه وجهه نظري اكتر من بتاعه ال6-1، لسبب بسيط، لان طبعا اسماء النادي الاهلي في 6-1 كانت عظيمه جدا حتى اسماء الزمالك، ولكن في المباراه دي تحديدا الغيابات كانت عامله هاجس جماهير النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك من الزمالك. اتمنى اعاده التصحيح لنادي الزمالك مع جوزفالدو فيريرا ومع اللعيبه الموجودين، لان داخل عليكم دوري ابطال افريقيا. جمهور الزمالك لا يستحق ان يكون شكل واداء لاعبي نادي الزمالك بهذا الاسلوب وهذا المستوى. فاخذ على جوزفالدو وعلى اللعيبه وعلى كمان الناس اللي موجودين في اداره الكوره بالنسبه لنادي الزمالك. مبروك للاهلي وحظ اوفر باذن الله مباراه البنك الاهلي، وبعد كده
كأس العالم للأندية شرفوا كل الكرة المصرية بأداء أعلى ونتيجة ممتازة.